انا فني صيانه مبتدئ، اطور نفسي بالكورس او يوتيوب افضل وشكرا. موضوع انك تطور نفسك عن طريق كورس او عن طريق يوتيوب، هو اي مجهود انت بتبذله فانت بتتطور. يعني اذا انت قعدت تشتغل غصب عنك بتتطور. هو بيفرق ايه؟ سرعه التطور. انا لو قعدت بحاول وبفشل، بحاول وبفشل، دي اسمها طريقه التعلم عن طريق التجربه والخطأ. trial and error. يعني انا بحاول ان انا اعمل الحاجه دي، بغلط، بحاول اعملها تاني، بغلط تالت، بغلط عاشر، بنجح مره وارجع اغلط. فده اسمه تطور. انا كده بتطور. بس التطور ده بيكلفني وقت ومجهود وفلوس. يمكن انت ما بتكونش حاسسهم عشان بيبقوا ايه، حبه حبه. انت لما بتخسر حاجه، بتيجي تعمل حاجه وبتخسرها، فانت بتدفع فيها فلوس. انما لما بتروح تاخد كورس، الكورس بيعمل ايه؟ انا عن نفسي كورساتي، انا يعني مش ببيع لك معلومات، لان المعلومات تقدر تلاقيها على الانترنت. مفيش حاجة انا بقولها مش هتلاقيها على الانترنت غير بس تجاربي الشخصية. انا مش جاي ابيع لك معلومات. المعلومات ببلاش، والمعلومات موجودة على النت. اللي انا ببيعه لك في الكورس هو ان انا باخد بالي من اخطائك، بستكشف اخطائك، وبقول لك ازاي تحلها في اسرع وقت ممكن. ده بيكون اسرع بكتير من انك انت تقعد تحاول وتخطئ، تحاول وتخطئ، تحاول وتخطئ، وهكذا. فانت لو هتقعد تتطور مع نفسك بمشاهدة فيديوهات على اليوتيوب، اللي هتطوره في سنة اقل من اللي هتطوره معايا في 3 اسابيع. الفرق انك انت ممكن في اول شهر، يعني بعد الشر عنكم كلكم، يعني تخسر جهاز بتمن الكورس. الفكرة انك في الكورس بتكون مضطر انك تدفع المبلغ مرة واحدة. انما لو انت بتتطور لوحدك، انت هتاخد يعني وقت اكتر من سنة. سنة ايه؟ انا في ناس جت قالت لي انا شغال بقالي 4 سنين، ما وصلتش للي انا اتعلمته في ال3 اسابيع دول. مش عايز ان انا اكون بهول يعني، بس انا بقى نقول سنة. نقول سنة. انت قاعد سنة بتطور في نفسك، تشوف فيديوهات، وخلي بالك الفيديوهات برضو في منها فيها معلومات غلط. لان النهارده انت كمشاهد دلوقتي تقدر تروح جاي دايس على بث، وتروح جاي طالع بث، واقعد قول اي كلام. اللي ما يعرفش الصح من الغلط هيشوف كلامك ده وهيصدقه، وهيقول ده بيفهم. فده الفرق ما بين اليوتيوب والتعلم الذاتي والتعلم عن طريق كورس. انا ما بقولش ابدا انك ما تقدرش تتعلم لوحدك، لان انا اتعلمت لوحدي. بس انا اخدت، يعني انا في حاجه اسمها التايم بقى بتاع الخبره ده. انا شغال من سنه 99، فالنهارده انا بقالي 22 سنه شغال، 23 سنه شغال. فكل ده بيبني، يعني بيساعدني ان انا امتص المعلومات الجديده اسرع. وغير كده وكده، انا دايما علشان الاقي حاجه اديها جديده في الكورس، او ان انا الاقي معلومات جديده اديها في الكورس، فانا شغال بايدي دايما. يعني انا نفسي بصراحه ان انا ابقى مدير كده، والناس اللي شغاله معايا هي اللي تشتغل، وانا اقعد اخد فلوسه بس. بس انا علشان ادي معلومات ومعلوماتي ما تصديش وايدي ما تقفش، لازم افضل شغال دايما بايدي، علشان لما يجي طلبه واقعد اشتغل معاهم ابقى على المستوى اللي هم متوقعين. انا شايف انك لو انت فعلا حابب المهنة، وحابب انك تخش فيها بجد وتبتدي تكسب منها بسرعة وتوفر على نفسك وقت وتعب وفلوس، خد كورس. ده يعني
يعني زي لو واحد عايز يتعلم القرايه والكتابه، ممكن يتعلمهم لوحده، يشوف فيديوهات يتعلمهم لوحده. لكن هل هيعرف نحو وصرف والكلام ده كله؟ هيبقى صعب عليه. ليه؟ لان اليوتيوب زي ما قلت قبل كده مصدر تعلم ذو اتجاه واحد. انا دلوقتي قاعد بشوف فيديو، جه في دماغي سؤال، انا مش عارف اساله، انا مفيش حد اساله يرد عليا في الكورس فيه. ففي واحد بيفهم بطريقه معينه وفي غيره بيفهم بطريقه تانية. فلو انت في كورس، المفروض المدرب اللي عامل الكورس يفضل يفهمك، يلاقي طرق ان هو يفهمك بيها لحد ما تفهم. انا مثلا شرحت حاجه كلهم فهموها ما عدا واحد، لازم اقعد اجيب له امثله لحد ما يفهم. وتمنياتي بالتوفيق.